الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هل ليلة القدر ثابتة في جميع الأعوام أم أنها تتنقل فتكون في سنة مثلا ليلة 27 وفي سنة أخرى ليلة 21 وفي سنة أخرى ليلة 23؟ قولان لأهل العلم، وجمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل، وهذا هو القول الراجح، لأنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى. أرأيت عاشوراء يوافق 10 من شهر محرم، هل يمكن أن يكون في عام يوم 9 وفي عام آخر يوم 11؟ هو اكتسب شرفه لكون أن الله عز وجل نجى موسى وقومه في هذا اليوم في 10 من شهر محرم، فنصومه لله تعالى شكرا. هكذا أيضا ليلة القدر اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها. فالقول بالتنقل ينافي هذا المعنى. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه يعلمهم بليلة القدر، وظاهر هذا أنه يعلمهم لجميع الأعوام. فدخل المسجد فتلاحى رجلان فأنسيا، قال وعسى أن يكون خيرا. لو كانت ليلة القدر تتنقل لكان لما أنسيها في هذا العام أخبر بليلة القدر في العام المقبل أو العام الذي بعده أو العام الذي بعده. ظاهر سياق هذا الحديث أنه أراد أن يخبر أمته بليلة القدر وأنها في ليلة واحدة لا تتنقل لكنه أنسيها. هذا هو الظاهر، وهو المأثور عن الصحابة، هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان أبي رضي الله عنه يقول إنها ليلة 27 على الدوام، ولم يقل إنها تتنقل. وكذلك أيضا الآثار المروية عن عمر وعن ابن عباس، هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة. والقائلون بالتنقل قالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أن يسجد في صبيحته في ماء وطين، وأنه رؤيا صبيحة 21 وأثر الماء والطين على جبهته. نقول أيضا رؤيا صبيحة 23 والماء والطين على جبهته، فليست ليلة 21 بأولى من ليلة 23. وكما يقول بعض أهل العلم إن المطر إذا نزل فإنه في الغالب يتتابع، فليس هذا بدليل قاطع على أن تلك الليلة كانت هي ليلة القدر.